كلمة واحدة إذا دعوت الله عز وجل بها تحقق لك المستحيل، تحقق لك المعجزات، تحل لك جميع المشكلات التي ظننت أن ليس لها حل. هذه الكلمة صنع الله بها المعجزات. وقبل أن نتعرف عليها رجاء زينوا التعليقات بكثرة الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، واعلموا أن من صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها 10. أحباب الكرام، يقول نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم: إن الله حيي كريم يستحيي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. والله عز وجل هو الذي أمرنا بالدعاء ووعدنا بالاستجابة، فقال جل وعلا: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فلو رفعت يديك ودعوت الله عز وجل فلن ترجع يديك خاليتين أبدا، وخاصة إذا دعوت الله عز وجل بهذه الكلمة التي معنا في هذا الفيديو. وهذه الكلمة هو نداء الله عز وجل باسم من أسمائه الحسنى، وهو أن ترفع يديك إلى الله عز وجل في حاجتك المستحيلة وتقول: يا جبار، يا جبار اجبرني، يا جبار اجبر بخاطري. وهذه الكلمة العظيمة معناها أي الذي يغير نواميس الكون لمن يشاء من عباده، فيغير الأشياء الثابتة التي لا تتغير، يحقق لك المستحيل، يصنع لك المعجزات. هل تتخيل أن يلقى أحد في النار ولا تحرقه، وأن يمشي أحد في البحر من غير سفن ولا يغرق؟ فهذا مستحيل، ولكن هذا المستحيل قد تغير لأن الجبار جل جلاله هو الذي غير. فعليك بنداء الله عز وجل بهذا الاسم العظيم، وسوف يحقق لك المستحيل.